رجعت لكم تاني حبايبي. بسم الله ما شاء الله. بصوا حطيت طبعا الفراخ من تحت، البطاطس من تحت اهي. شايفين مقطعه سميكه ازاي وتخينه عشان ايه؟ ما تاخدش سوا يعني كده، ما تتهريش مني قصدي، سوري. خلاص. وهنا معايا شوربه، خدت حته من الفراخ بتاعته عملت لها شوربه، والمحشي اهو. تمام. خلاص كده احط بقى بقيه القطه اللي انا خدتها من الصلصه على الطاجن بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. حبة زيت بس مش كتير. عندك سمنة ممكن تحطي سمنة عادي، حبة زيت كده. تمام. بس نحطها بعد كده على النار من فوق. وبعد كده ايه، انا مقطعه فلفل وقوطه، بس هخليها لما تيجي تدخل الفرن احطها. خلاص كده الطاجن جاهز معايا، والمحشي اللهم بارك. اسقيه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه برضو تحط شوربه على الطاجن، هنحط له كده مغرفتين يديله ايه طعم كده حلو. متنسوش يا جماعه اللايك والاشتراك في القناه، وتقولوا رايكم ايه في طاجن الفراخ بالبطاطس. طبعا لسه لما يطلع من الفرن باذن الله هتشوفوا طبعا الجمال كله باذن الله. اي حد عايز اي اكل بيت انا تحت امره. تمام. خلاص كده، وهز كده هزه بسيطه. اوكي. وعندي كده بقيت ايه، عايز حبه كمان الورق الاخضر احطه كده على الوش. بسم الله الرحمن الرحيم. واغطيه. خلاص كده اهو غطيته معايا. نيجي بقى للطاجن بتاعنا النهارده. احط له كده ايه، مغرفتين شوربه هتديله طعم حلو. واسيبه بقى من 10 دقايق كده ولا حاجه على البوتاجاز من فوق، وبعدين احطه في الفرن. واشوفكم بقى شويه كده.